مساء الخير واهلا وسهلا بكم في قناه بلوت تويست. الحلقه بتاعتنا النهارده هتبقى افضل دور رئيسي للفنان احمد حلمي. لقيت افلام كتير قوي لاحمد حلمي كويسه، وافلام كتير طبعا في الفتره الاخيره بالذات مش احسن حاجه، فاخترت 8 افلام على طول، بالذات انا لوحدي فما فيش حد هيختار معايا، فاخترت اكتر 8 افلام انا فاكرهم وبحبهم. تمام، فالثمان افلام اللي انا اخترتهم هم: اول فيلم اكس لارج، تاني فيلم بلبل حيران، تالت فيلم عسل اسود، رابع فيلم الف مبروك، خامس فيلم اسف على الازعاج، وسادس فيلم ظرف طارق، وسابع فيلم كده رضا، وثامن فيلم هو مطب صناعي. فالمهم انا كتبت الافلام دي كلها في الورق ده، ودلوقتي نعمل القرعه. بس قبل ما اعمل القرعه انا هكتب اكتر فيلم انا بحبه في الافلام دي. تمام، اكتر فيلم انا بحبه في الافلام دي، مش هكسبه. تمام، انا هسيب اللي هو ايه الدنيا تاخد مجراها ونشوف في الاخر ايه الفيلم اللي هيكسب. تمام، يا ريت كلكم برضو في اللحظه دي تكتبوا الفيلم اللي انتم متوقعين ان هو هيكسب تحت في الكومنتات. تمام، يعني الفيلم اللي انتم متوقعين ان هو يكسب او اكتر فيلم انتم بتحبوه على حسب انتم عايزين ايه. تمام، اكتبوه تحت في الكومنتات. انا اكتر فيلم بحبه مش هقوله لكم، هقوله لكم في اخر الحلقه، وهو فيلم، بس انا دلوقتي كتبته في المذكره دي اهو، موجود في الورقه دي، مستحيل طبعا تشوفوه، هحطه هنا، وفي اخر الحلقه هوريكم الفيلم اللي انا كتبته هل هو الفيلم اللي كسب ولا لا. تمام، فالمهم جبت ايه بقى؟ جبت البتاعه دي، هنعمل فيها القرعه وهنعمل فيها الماتشات. اول فيلم من دور الاربعه هو فيلم من دور الثمانيه، انا اسف، هو فيلم، بدانا على التقيل على طول. فيلم اسف على الازعاج هو اول فيلم في ماتشات دور الثمانيه، هيلاعب فيلم اكس لارج. ماتش حلو، ماتش يعني مش حلو قوي بصراحه، هو محسوم بدرجه كبيره بس كويس يعني. تاني فيلم هو بلبل حيران. تاني ماتش هو اول فيلم فيه بلبل حيران، هيلاعب فيلم بلبل حيران هيلاعب فيلم يا نهار اسود، يا نهار اسود بلبل حيران هيلاعب فيلم عسل اسود. ايوه، الجنب ده صعب قوي، الجنب ده صعب قوي قوي قوي. ماشي، الجنب التاني اول فيلم في الجنب التاني هو الف مبروك، كويس، بحب الفيلم ده. الف مبروك هيلاعب فيلم كده رضا. الماتشات وحشه قوي يا جدعان، الماتشات وحشه قوي قوي. تعالوا نفتكر الماتشات اللي باقيه. الماتشات اللي باقيه اعتقد مطب صناعي واحد منهم، مطب صناعي واحد منهم، و تقريبا فيلم قديم اللي فاضل. مطب صناعي وايه، لا مش قادر افتكر. ظرف طارق ومطب صناعي، حاجات نوستالجيا يعني. الفيلمين دول يعتبروا افلام نوستالجيا اكتر، فهيلعبوا بعض، فحاسس ان دي حاجه كويسه. ماشي، نبتدي باول ماتش معانا، وهو فيلم اسف على الازعاج هيلاعب فيلم اكس لارج. فيلم اكس لارج يا اما في ناس بتحبه قوي يا اما في ناس بتكرهه قوي، انا ما اعرفش ليه. انا بصراحه بحب فيلم اكس لارج جدا ومرتبط معاه عاطفيا بصوره كبيره، وبحب الاحداث بتاعته والقصه بتاعته والترتيب بتاعها، بحبه يعني، بحسه فيلم حلو، من الافلام الكويسه جدا لاحمد حلمي، قبل طبعا السقوط الرهيب اللي هو فيه. بحب الفيلم، مش حاسه فيلم سيء او فيلم وحش او حاجه بالطريقه دي، بس طبعا بيحارب حاجه تحفه يعني بيحارب اسف على الازعاج. اسف على الازعاج ده فيلم خرافي، فيلم بس طبعا انا سمعت ان هو مسروق من بره، من فيلم اجنبي، بس مش فاكر ايه الفيلم بصراحه يعني اللي هو مسروق منه. بس حتى لو التمثيل بتاعه تحفه، والشخصيات بتاعتها البناء بتاعها تحفه، والفكره بتاعته تحفه، والارتباط بتاعنا مع الشخصيه تحفه، مع كل حاجه في الفيلم. لا فيلم رهيب. المنافسه مع اكس لارج بصراحه ظلمه اكس لارج جامد، ظلمه اكس لارج جامد قوي. بس انا بحب اكس لارج، بس بصراحه لا يعني مستحيل اكسب اكس لارج على اسف على الازعاج. فكده اول فيلم يكسب معانا هو فيلم اسف على الازعاج. تمام، هيلاعب فيلم من الماتش ده بلبل حيران او عسل اسود. طبعا زي الماتش اللي فات، ماتش سهل لعسل اسود، بس فيلم بلبل حيران بصراحه فيلم كويس، فيلم كويس قوي وانا بحبه. والشخصيات اللي فيه والنهايه اللي فيه برضو، ان هي تطلع في الاخر، انا مش عايز احرق بس عادي احرق في الدور ده، بس ان هي تطلع في الاخر صاحبتهم ومتفقه معاهم، والكلام ده برضو فيها بلوت تويستايه حلوه. وفيلم احداثه حلوه ومش ممل ومختلف جدا، وفكرته جديده. في الاول على فكره ما كنتش بحب الفيلم ده خالص خالص، كنت بجد اللي هو مش فاهمه، كل ما بقى اشوفه على التلفزيون لا مش عايز اتفرج عليه. بس مع الوقت بدات اقدره واحده واحده واحبه نسبيا يعني. فطبعا فيلم عسل اسود يكسب من الدور ده، يكسب بلبل حيران، وبلبل حيران هو تاني فيلم يطلع معانا كده الدور ده. عسل اسود هيلاعب اسف على الازعاج، حرفيا نهائي مبكر يعني. ماشي، بعد كده نروح للجهه الثانيه، الف مبروك وكده رضا. انا بحب الف مبروك قوي وفكرته بحبها قوي، وحتى لما عرفت ان هو مسروق من فيلم اجنبي كنت بحبه قوي. بس كده رضا لا،
طفره كده رضا. كده رضا اول ما نزل بالشخصيات بالافكار بتاعته، هو ده على فكره يعتبر اصعب ماتش في دور الثمانيه، يعني حرفيا ده اصعب ماتش. انا بحب الفيلمين قوي، الف مبروك وفكرته وطريقه تنفيذه الكويسه جدا اللي علمت معانا، وكانت فكره مميزه ومختلفه، ونجح على فكره اول ما نزل على ما اعتقد، على ما فاكر يعني، على ما افتكر. ولا كده رضا الثلاثه التوأم اللي بيحبوا بنت واحده، اللي في الاخر تطلع بتلعب بيهم الكلام ده كله. انا عارف ان اغلب الناس مش هيوافقوني في الراي ده، بس لا، انا بحب الف مبروك اكتر. انا بحب فيلم الف مبروك اكتر بكتير، يعني الف مبروك هو اللي يكسب. هطلع كده رضا. انا عارف ان ناس كتير هتهاجمني، بس لا، يعني انا عارف ان كده رضا فنيا افضل من الف مبروك، بس الف مبروك ليه معايا ذكريات اكتر، وكنت بحبه اكتر في الفيلم ده. اتفرجت عليه كتير كمان، فلا يعني الف مبروك هو اللي يكسب. اخر ماتش معانا في دور الثمانيه ظرف طارق ومطب صناعي. الفيلمين دول نوستالجيا بصراحه بالتلازينه، بحبها قوي. عشان بس افكركم عشان كنت ناسي، فيلم مطب صناعي. فيلم مطب صناعي اللي هو احمد حلمي فيه انقذ البنت اللي هي البنت مش فاكر اسمها ايه دلوقتي، اللي هي ممثله يعني اللي كانت معروفه قوي زمان. مهم الفيلم ده كنت بحبه برده، كل ما يجي على روتانا سينما او القنوات دي كنت بتفرج عليه. كان فيلم بصراحه مشهور قوي ومحبوب قوي في الوقت اللي انا جاي منه يعني اللي هو انا مواليد يعني جيل صغير شويه. فالفيلم ده بصراحه كنت بحبه قوي اكتر من فيلم ظرف طارق. ظرف طارق ده اللي هو كان رئيس الشركه اشتغل عنده وتقريبا جاله جلطه وكان في حوارات كده. فلا يعني انا بحب فيلم مطب صناعي اكتر من فيلم ظرف طارق. فظرف طارق هو رابع فيلم يخرج معانا من منافسات دور الثمانيه. نص النهائي ماتشين، عسل اسود ضد اسف على الازعاج، والف مبروك ضد مطب صناعي. فنبتدي بالنهائي المبكر الخرافي ده حرفيا. عسل اسود واسف على الازعاج. ماتش صعب قوي يا جدعان، ماتش صعب قوي. يعني ليه الماتش ده ما يكونش في النهائي؟ تكون معقوله شويه. لكن دلوقتي بصراحه انا صعبان عليا الفيلم اللي هيخرج منهم هما الاثنين يعني. ماشي ممكن عسل اسود بيتكلم عن مصر، وبيتكلم عن كوميديا السوداء اللي في الفيلم، الشخصيات، بناء الشخصيات الخرافي اللي في الفيلم، النوستالجيا الرهيبه، الاحداث الكتير في الفيلم، وقت نزول الفيلم ذات نفسه، الامل اللي اداه للمصريين وحب بس الفكره في الفيلم ده النهايه بتاعته مش احسن يعني ليه رجعت مصر يعني هيكون واقعي اكتر واحسن بكتير لو ما كانش كده. بس هو سمعت كلام ان هو كده علشان الرقابه قالت ان لا ما ينفعش ان هو يهرب من مصر ومش عارف ايه، لازم يرجع لمصر ومصر هي بلدنا والكلام ده. وطبعا على عيني وكلام صح يعني عشان ما نتحبس ونروح. المهم واسف على الازعاج بصراحه برضو فيلم رهيب وفيلم جبار يعني. بس انا بصراحه بحب عسل اسود. انا بحب عسل اسود اكتر من اسف على الازعاج، وليا معاه يعني. اسف على الازعاج انا عارف ان الناس بتعشق الفيلم ده، بس انا بالنسبه لي فيلم عسل اسود بحبه اكتر. عارف ان اسف على الازعاج يتفوق فنيا على فيلم عسل اسود، بس لا، عسل اسود بالنسبه لي بحبه، وكل ما اشوفه في التلفزيون اشوفه. يعني مثلا اسف على الازعاج ده انت تشوفه مره وخلاص، ما اظنش ان انت تبقى حابب تتفرج عليه تاني. لكن عسل اسود ده انت عايز تتفرج عليه كل يوم، ما عندكش مشكله تتفرج عليه كل يوم عادي. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله اتفرج عليه كل يوم. فكده عسل اسود يوصل معانا للنهائي. يتبقى معانا فيلمين هيوصل منهم واحد من للنهائي، وهم الف مبروك ومطب صناعي. مطب صناعي ونوستالجيا زي ما قلت رهيبه، وفيلم كويس جدا. بس بصراحه انا ليا ترابط اكتر مع فيلم الف مبروك، وبحب فيلم الف مبروك اكتر بكتير. فهي سهله بالنسبه لي، قرار محسوم، الف مبروك هو اللي هيكسب ومطب صناعي هيخرج. كده النهائي بين فيلم عسل اسود وفيلم الف مبروك. انا بحب الفيلمين، بس خلينا برضو واقعيين يعني شويه. لا، فيلم عسل اسود احسن بكتير من فيلم الف مبروك. فيلم الف مبروك في الاخر فيلم مسروق، عسل اسود قصه اصليه بنسبه 100%. لكن الف مبروك هو في الاول وفي الاخر فيلم مسروق من بره، خرافي وفكرته جديده وجميل وكل حاجه. بس لا يعني عسل اسود لازم يكسب. فيلم عسل اسود هو اللي يكسب معانا منافسات دور الثمانيه لافضل فيلم للفنان احمد حلمي. ايه بقى الفيلم اللي انا اخترته؟ طبعا لو حلفت لكم والله العظيم ما اقصد ان انا اكسبه، بس هو فعلا بالنسبه لي اكتر فيلم بحبه. الفيلم اللي انا كنت متوقع ان هو يكسب هو فيلم مش عارف باين ولا لا، بس هو فيلم عسل اسود. دي نهايه الحلقه. يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وتقولوا لي رايكم في الحلقات دي وايه رايكم فيها كده من غير مونتاج. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.